هلا وشلونكم حبايب قلبي، عساكم بخير. تعالوا أنا وياكم نسوي أطيب كعك بالتمر أو بسكت بالتمر. المكونات جدا سهلة وبسيطة وأنصحكم نجرب. قبل لا نبلش لا تنسونا باللايك والاشتراك والكومنت الحلو مثلكم. وهنا أدي 3 أكواب ونص طحين منخور كل زين، وبعدها كوب ونص زبدة ذايبة، وبعدها راح أضيف هنا رشة ملح وربع كوب حليب مكثف وكوبين من المي وملعقة بيكنج باودر. أجنهم كل زين، وبعدها راح أنمنم العجينة وراح أفردها. هنا قطعت العجينة وقسمين، وبعدها راح أفردها هنا بالشيبك. فردها بهالشكل هذا. هنا أقسمها، وبعدها راح أحشيها بالتمر. راح أحشيها لأن التمر كلش طيب، أو حلقوم شنو انتو بيعجبكم. وراح أقطعها بهالشكل هذا، انتو التقطيع حسب اللي يعجبكم. وبعدها راح هنا أضيف سمسم، أضيف عليه حليب مكثف، أخلطهم كل زين وأغمس الكعك بالسمسم. أو بدون سمسم كلش طيب. هنا راح أدخلهم للفرن على درجة حرارة 180 من جوا، وبعدها شغل عليهم النار من فوق. وكمل عندي أطيب كعك. لا وعلينا وعليكم